السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من هوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الرواني بطريقة جميلة جدا وسهلة. اول حاجة هنحط كوباية ونص من المية، ادي اول كوباية وادي النص، وهنحط نفس معيار المية نفس معيار السكر، كوباية ونص سكر، ادي اول كوباية هنحط نص بالشكل ده كده. طبعا احنا هنا ولا هنمد ايدينا فيها في اي حاجة خالص، احنا هنسيبها كده عشان ما تكرملش معانا، وبعد ما تاخد غلوة هنحط فيها نص ليمونة. دي الشربات بتاع الرواني كده. احنا هنبتدي نعمل طريقة الكيكة اللي هي بتاعت الرواني. معايا هنا نص كوباية زيت، يا اما تحطي كوباية كاملة براحتك، لكن انا هنا هحط نص زيت والنص التاني سمنة بالشكل ده كده. بقى معانا كوباية، وهنحط 3 بيضات، وهنحط كوباية سكر وكوباية لبن. وطبعا معانا بقى ايه، هوريكم بقية المقادير. هنحط البيض 3 بيضات وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. انا كده بنزل ب3 بيضات بالشكل ده، هبتدي اشغل عليهم الخلاط. كده انا ضربت ال3 بيضات كويس جدا. هحط معاهم الفانيليا كده. انا هنزل بالفانيليا بعد ما ضربت البيض، وهبتدي انزل كوباية الزيت على السمنة اللي انا حطيتها، هنزل بكوباية اللبن وكوباية سكر. اهم حاجة المعيار كله يكون بكوباية واحدة، وهبتدي اضرب الخليط بالشكل ده. هنا كده انا ضربت الخليط كله كويس بالشكل ده. هبتدي افضيه معاكم في طبق كده. هبتدي انزل بالخليط بالشكل ده، وببقى مجهزه معايا كوبايه دقيق بسبوسه. طبعا عايزين الاكياس ماشي، عايزينها سايبه برضو شغاله. ومعانا كوبايه من الدقيق، ومعانا كيس بيكنج باودر، ومعانا ذره ملح، وحطينا طبعا نص معلقه خل. يلا بينا هوريكم هنعمل ايه. اول حاجه هننزل بكوبايه الدقيق. طبعا الدقيق نخلينه كويس جدا، واقلبه بالشكل ده، وانزل بدقيق البسبوسه بالطريقه دي كده. وهنحط بيكنج باودر. طبعا لو لقيتوا العجينه لسه عايزه معانا تاني شويه دقيق، طبعا بنحط لها مثلا هنا ربع كوبايه دقيق بسبوسه، ونفس المعيار برضو دقيق بسبوسه تاني. يعني انا كده استعملت كوبايه وربع دقيق بسبوسه وكوبايه وربع دقيق عادي. هقلب طبعا حسب ما العجينه ما بتظهر معاكم، بس انا حبيت امشي معاكم خطوه خطوه، اقول لكم انا حطيت ايه. لما عايزت مني تاني حطيت لها ربع كوبايه وربع كوبايه، يعني كوبايه وربع وكوبايه وربع بالشكل ده. طبعا اهم حاجه ذره الملح محدش ينساها اهي. بقلبها كويس جدا بالشكل ده، وكده الخليط بقى مظبوط معايا. بكون دهنه صينيه بالسمنه ومجهزاها، وهدلق فيها الخليط. واهم حاجه ان انا مولعه الفرن على درجه حراره 180، وهدخلها الفرن. هحطها في الصينيه وهوريها. بصوا هنا انا خلصتها. طبعا اللي حابب يحط فيها جوز الهند بيحط فيها، واللي مش حابب ما بيحطش. انا هنا هنزل بشويه جوز الهند بالشكل ده، وهقلبها. مش حابه تحطي جوز الهند خالص، لان في ناس كتير ما بتحبهاش، ما تحطيش اهي.
والشربات بتاعنا بيكون جاهز على النار، وعصرنا عليه نص ليمونه. واول ما هدخلها الفرن انا هوريها لكم دلوقتي معايا. كده دهنت صينيه وبدرتها بالدقيق ونزلت بالخليط بالشكل ده. انا اهم حاجه اول ما بتطلع من الفرن ان الشربات بتاعها بيكون بارد، ما بيكونش سخن، عشان طبعا ما تعجنش معانا. اهي بالشكل ده، وببتدي اوزعها كده اهي بالطريقه دي اهي كده، وببتدي ادخلها الفرن. وزي ما قلت لكم ان الشربات يكون بارد. طبعا انا هوريها لكم معايا اول ما تطلع من الفرن والشربات بارد، هوريكم هنعمل ايه. يلا بينا، هدخلها الفرن درجه حراره 180. وهنا كده اول ما خرجت من الفرن بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا انا هسيبها تهدى شويه والشربات يكون برد، وهسقيها معاكم وهوريها لكم عامله ازاي. بصوا ادي هنا بردت معانا بالشكل ده، ومعانا الشربات بالطريقه دي، وببتدي اسقيها كده بالشكل ده. تبقى طعمها جميل جدا، وهقطعها معاكم دلوقتي وهوريها لكم شكلها عامل ازاي. طبعا انا بوزع الشربات كده، بنقطعها مع بعض بالشكل ده. طبعا انت هنا بتقطعيها حسب ما انت عايزه الحجم بتاعها، بس طعمها جميل جدا وحاجه الاولاد بتحبها وهتعجبكم لان طريقتها سهله اهو بالشكل ده. وبنبتدي نرش عليها جوز الهند بالطريقه دي كده، بتزوقيها طبعا حسب ما انت عايزه اهو بالشكل ده كده اهو. بصوا بقى منظرها عامل ازاي، بصوا اهي، بصوا شكلها، بصوا جميله جدا اهي. بقت معاكم بالشكل ده. وهنا بقى معانا اجمل رواني، طريقتها جميله جدا. وهنا بعد ما زوقناها بالجوز الهند، يا رب تكون عجبتكم، طعمها تحفه. ما تنسوش تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. معاكم منوعات من نهوبه، مع السلامه.